إيه توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل مع بعض النهاردة شوية محاشي من الآخر. لزوم الشتاء ولزوم رمضان ولزوم العزايم والحفلات والاستقبال ولمة العيلة. يلا بينا نعمل تشكيلة المحاشي النهاردة مع بعض. يلا جوه الفيديو نشوف تفاصيلنا وأصنافنا اللي هنعملها سوا. يلا بينا. الله. اول حاجه كده عندي معلقتين كبار زيت. وطبعا انا بشرح بصل مقطعاه ناعم. اول ما سخن الزيت كويس بقى كده نزلت عليه بالبصله. انا عامله حوالي 4 بصلات كبار، لان انا عندي كميه محشي مشكله بسم الله ما شاء الله كتيره يعني. فعامله دولت حوالي كيلو بصل. ما نزلتش بيه كله، نازله بنصه بس دلوقتي، والنص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. البصله هتبقى ذهبي فاتح جدا، مش هخليها تغمق. بدأت تاخد معايا لون. حط عليها بمعلقه توم كبيره، هحمرها مع البصل بقى على ما البصل يوصل لدرجه اللون اللي انا عاوزاها. تكون التومه كمان احمرت، وهنزل بنص كميه الخضره اللي انا هعملها. يعني انا لو عامله مثلا ربطتين كزبره مع شبت، يعني خضره المحشي، بنزل انا بايه بنص الكميه بس دلوقتي مع البصله والتومه وهي بتتحمر. طبعا يا جماعه ده المحشي الشتوي. المحشي الشتوي بيبقى متسبك له على اساس ان تبقى الدنيا برد، فبيدفي اكتر من المحشي اللي هو على الني. تمام. هحمر بقى الكلام ده شويه بس اشم ريحته، مش اللي هو يتحمر ياخد لون قوي. هتشوفوا زي ما حضراتكم دلوقتي شايفين كده، اللون هيبقى لون تحفه، لون ذهبي جميل جدا. وشم ريحه الخضره معايا مع ريحه التوم والبصله كده، زي ما انتم شايفين كده بقت ما شاء الله. بالنسبه لي كده ممتازه جدا، الوحيده مدفيه المكان. خلاص انا وصلت للدرجه اللي انا عاوزاها. نزلت بقى بالطماطم ضربها في الخلاط. الطماطم دي انا سلقاها الاول وبعدين ضربتها في الخلاط. نعم، عشان تبقى ايه ناعمه جدا. لما بتسلقي الطماطم بتتضرب القشره بتاعتها كلها في قلب الخلاط كويس، ما بقاش فيها اي قشور خالص يعني. ده لو انت مش عايزه تصفيها. طبعا العنصر السحري معانا معلقه السكر اللي في اي طماطم او خضار، لها مفعول السحر يا جماعه. تمام. البصل اللي عندي اللي كنا شايلينه هنزله دلوقتي ني كده. واقلبه مع الطماطم. انا عايز اقول لكم التسبيكه كده بتبقى طعمها خيال، طعمها بقى جميل جدا جدا. بفضل الله كل اللي اكل من المحشي بالطريقه دي بيشكر فيه جدا جدا. هضيف معلقه كبيره صلصه، اقلبها مع الخليط بتاعي. ما شاء الله، سامعين صوت الفقفقه؟ طب شامين ريحه التسبيكه وجمالها؟ يلا. تمام قوي، اتسبكت وبقت واصله للدرجه اللي انا عاوزاها زي ما انتم شايفين كده. هتبرد على جنب على ما ارجع لها. بعد كده عندي بصلايه مفرومه وطماطمايه متقطعه ناعم كده زي السلطه. والبهارات اللي معايا دي مجلاس وبهارات فراخ، بابريكا، مرقه فراخ، وجنزبيل بودر وكمون وشطه وفلفل اسود. هحط الكلام ده كله، وطبعا كزبره ناشفه مع الكمون. هحط الكلام ده كله كده، نص البهارات دي هحطها على الخلطه اللي معايا دي، وادعكهم دعك جامد كده جدا مع بعض بالخلطه العبقريه دي، واروح بيها على الرز. واحط، انا عندي 2 كيلو رز، حطيت عليهم المرتة اللي انتوا شفتوها دي. طبعا رحت غسلت ايدي وجيت عشان ما امسكش اي معده من اللي انا شغاله فيهم، والدنيا كلها تبقى مليانه صلصه. فرحت غسلت ايدي الاول وجيت وهقلب بقى الرز مع المرتة اللي احنا عملناها دي. ونبدا نضيف بقيه مكوناتنا. هناخد معلقتين بقى من التسبيكه اللي احنا عملناها، معلقتين كبار كده، هنقلبهم مع الخلطة بتاعت الرز ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. المهم نقلبها كويس عشان نشوف الخلطة بتاعتنا محتاجة ولا لا. عندي حزمتين كبار خضرة محشي ثبت مع كزبرة مع بقدونس وربطة نعناع بس، واخدة الورق بتاعها ومقطعاه كمان ناعم. وضفت الكلام ده كله، وكمان عليهم باقي البهارات اللي كانت على المرتة اللي كنا عاملينها من شوية. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه. مش عارفة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي وجمالها عامل ازاي. انا في الوقت ده لو عندي عودين ريحان هضيفهم، لو عندي عود روزماري او بردقوش اخضر او زعتر اخضر، كل الكلام ده هضيفه. يبقى مع المحشي تحفة يا جماعة. الورقيات دي مع المحشي تبقى حلوة قوي. تمام. ضفت بقى معلقة ملح محترمة كده،
وهقلب الكلام ده مع العلم ان بهارات الفراخ والمرقه السايبه فيهم ملح، فخلي بالنا من الحكايه دي. البهارات اغلبها دلوقتي بقى بيكون في ملح، كمان الدمجلاس فيه ملح، فنخلي بالنا من موضوع الملح. ان شاء الله نقلب بهاراتنا كلها الاول مع الخلطه بتاعتنا وندوق، وبعد كده نزود زي ما احنا عاوزين الملح. طبعا معلقتين زيت كبار كده على الرز دولت لا غنى عنهم، لكن تقدري تبدليهم بزيت زيتون. وتقلبيهم بقى كويس مع الرز، طبعا بيدي الرز لمعة حلوة قوي، وبيخلي الرز مهما استوى حباته بتبقى مفرفرة كده من بعضها كده، وكل حباية لوحديها. لسه محتاج بالنسبة لي شوية صلصة، فضفت له معلقتين كمان من التسبيكة وقلبتهم كمان مع بعض، وهدوق ملحي واظبط دنيتي. طيب كمان معلقة توم نية ضفناها وهنقلبها معاه. طبعا التوم الني اختياري، لان حاطين توم في التسبيكة، بس طبعا طعم التوم الني حاجة وطعم المستوية حاجة تانية، متحمرة حاجة تانية. هي الخلطة سحرية. والأجمد تشريبة على الكوكب بقى، هنجيب حلتنا الحلوة ونحط فيها معلقة سمنة بلدي أو زبدة، ايه المتاح عندك كده ايه، بس ما تكتريش منها دلوقتي يعني في البرد. طبعا السمنة والزبدة واللية والحاجات دي بتجرمز الأكل شوية، فاحنا عايزين حاجتنا مفرفرة كده، وحتى لو ما تسخنتش تبقى لذيذة وجميلة. شوية حتة السمنة اللي حطيناها ونحط عليها معلقة زيت محترمة. انا دلوقتي مستخدمة زبدة، وعشان كده كمان حطيت عليها زيت وسبتهم سخنوا جدا جدا. بعد كده نزلت عليهم معلقة توم محترمة كبيرة. لو مش عايزة توم تقدري تسخني بس الزبدة وتكملي الخطوات من غير ما تستخدمي التوم، لكن طبعا هو بيديلها طعم خرافة. تمام. التوم بتاعتي هتبدأ تحمر كده شوية، وقوم حاطة معاها ايه بقى، صديقة التوم العزيزة الكزبرة الناشفة، وهاخدها بقى تقليبة مع التومة يحمروا كده ويشمموني ريحتهم الجميلة، وكوبايتين عصير طماطم محترمين كده، ونزلنا بيهم على التومة بتاعتنا بعد ما بقت دهبي كده وجميلة. دي بقى بيون لحمة او شوربة لحمة، نزلت عليها متصفية على الخليط بتاع التشريبة، واحط عليه كمية كويسة كده تقضي كمية المحشي اللي عندي كلها، وانت عينك كلها نظر. يعني انا عشان مش عارفة انت هتحشي قد ايه، لكن اللي انا هحشي كتير ما شاء الله، فعشان كده حطيت كمية محترمة على الصلصة. طبعا تشريبة المحشي يا جماعة لازم تكون حمرا، ما تبقاش بيضة، عشان ما تبقاش المحشي كده مجرب وشكله مش ظريف، بيبقى شكله وطعمه حلو قوي بالتشريبة اللي احنا عاملينها دي. طبعا لو ما عندكيش شوربة هتعملي كل الكلام ده وتحطي بقى مرق الدجاج وتزودي الزبدة شوية علشان الدنيا تحلو معاكي. البتنجان طبعا متنضف كويس ومغسول كويس، والبتنجان من الحاجات يا جماعة اللي لازم لما تتقور كويس جدا جدا، ما يتبقاش فيها اي بذور من البتنجان، لانها دايما بتسيب مرارة مش ظريفة ابدا فيه. يعني ما ينفعش نقول ان احنا ايه هنخليه يعني ورقة ونخليه ما فيهوش حاجة خالص، لا خليه ورقة، خليه ما فيهوش حاجة خالص، بس ما تخليش فيه بذور من البتنجان نفسها القديمة تخليها مرارة، وفي حدود المعقول. يعني ده مش متفضي كله، يعني مش ورقة، معقول جدا جدا، تخنته معقولة، لكن كمان نظافته من جوه معقولة، مش متساب فيه اي بذور، واتغسل كويس جدا. ولو هتسيبيه شوية قبل ما تحشيه خليه في ميه بملح عشان يفضل محتفظ بلونه وما يسمرش. يعني البتنجان ده كان عندي بايت، وعشان مبيتاه في ميه بملح ففضل جميل جدا الحمد لله. طبعا البتنجانه مش بتمليها قوي، واكتر من نصها حاجه بسيطه جدا، بحيث انها لما يستوي الرز يكون خد راحته ويكون مطلعش من البتنجانه وبقى شكلها مش ظريف وبقيت الرز اتهدر. كمان الفلفل نفس الحكايه، ما بنملاش الفلفل قوي، بنخليه برضو النص او فوق النص بحاجه بسيطه، عشان لما يستوي يفضل محتفظ بالرز كله جواه. كمان مهم قوي عندي ان انا لما بحشي بنضف الخضار زي ما انتم شايفين كده، ما احطش الحاجه برزها ويبقى شكل الحاجه في الحله لما تستوي مليانه رز ومليانه شكلها مش ظريف. يعني انا قلت الكلام ده قبل كده في فيديو الكرنب وفيديو الورق العنب، وبكرره تاني، العين ونظافة الحاجة اللي بتيجي تقدميها لولادك بلاش لأي حد تاني، هي أهم حاجة في شغلك. الحلة اللي هسوي فيها قطعت في أرضيتها كده، كان عندي شوية جزر متقطعين حطيتهم فيها وكم وبصل. طبعا أي حاجة متاحة عندك خضار تقدر تحطيها، بطاطساية، طماطماية، جزر، أو حتى العيدان بتاعت خضرة المحشي، وترش عليها معلقة زيت كنوع بس من الحماية لأرضية الحلة إن المحشي ما يتحرق. هرص الحلة كلها
وبعد كده ايه، طبعا انا بعمل البتنجان والفلفل لوحدهم، عندي بتنجان اسود وابيض وعندي الفلفل، هرصهم مع بعض وهرص الكوسه لوحدها عشان انا هسوي ده بطريقه وده بطريقه. زي ما انتم شايفين كده حطينا البتنجان والمحشي كله والفلفل كله واقف زي ما انتم شايفين متساوي جنب بعضه، بحيث انه يبقى ساند بعضه. وبعد كده يعني لو الكميه اللي عندك قليله حطيه في حله على قدها علشان يبقى ساند بعضه زي ما قلنا. كمان انا حاطه في الارضيه بتاعته بصل، جزر، طماطم، المتاح عندك عشان بس تحمي الارضيه بتاعته انها تتحرق. وبعد كده حطيت التشريبه بتاعتنا اللي احنا عملناها على المحشي، قيمه تسويه الرز والخضار، بس طبعا بحطها على وش المحشي زي ما انتم شايفين، بحيث انه كله يدخل له سوائل من اللي احنا حطيناها عشان لما يغلي الرز يستوي كويس، يشرب سوائله كويس، وفي نفس الوقت يكون الخضار سواه معقول جدا. غطيت وش المحشي كله بالسوائل، لكن أرضية الحلة طبعا مش مليانة عليها، يعني حوالي 3 كوبايات كبار في أرضية الحلة غير اللي شربته المحشي من على الوش. واحط طبعا على النار، وطبعا الشوربة بتاعتي بتغلي جدا وانا بحطها بتغلي عشان تقوم معايا المحشي على طول ويبقى حبايته مفرفرة وجميل. وعلى النار عالية هحطه لغاية ما يبدأ يغلي، واوطي عليه النار جدا جدا، واغطي عليه وغطا محكم على نار واطية لغاية ما يكمل سواه، ياخد حوالي 40 دقيقة تقريبا. وبألف هنا وشفا لأصحاب الأوردر، وبألف هنا وشفا لحضراتكم لما تعملوا الوصفة إن شاء الله. المحشي طبعا من الحاجات المعروفة عند الشعب المصري كله، ستات ورجالة بيعرفوا يعملوه، لكن طبعا من ايدك انتي لولادك هيكون أحلى وأطعم من أي حد هيعمله. أتمنى الوصفة بتاعتنا تكون عجبتكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبتكم القناة أتمنى تشرفونا وجودكم ودعمكم للقناة بالتعليق والإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنا نستحق وجودكم المشرف الكريم معانا في القناة. استودعتكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.